السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. ان شاء الله بإذن الله هنعرف مع بعض ازاي نثبت لينكس. بس قبل ما نبدأ كده في اي حاجة عايزك بص معايا كده على الديسكريبشن، هتلاقيني مع بعض سايب لك علشان خاطر نعرف ازاي هنحمل لينكس جوه الويندوز احدث اصدار. هتلاقيني سايب لك تطبيق فيجوال بوكس دوت حمله، هتلاقيني سايب لك اللينك في الديسكريبشن، وسايب لك لينك تثبيت كالي لينكس برضك علشان خاطر تعرف تحمله، ولينك صفحة الفيسبوك علشان خاطر تتابع مواعيد كل الكورسات اللي هتنزل. فانزل كده شوف لك كده التلات لينكات دول واعمل كوباية شاي رايقة كده ويلا بينا نبدأ. ماشي يا جماعة، دوت كده الموقع الرسمي لكالي لينكس. هتقوم ضاغط هنا بس كده داونلود، هيظهر عندك حاجتين، الايمج والماشين. طبعا احنا مش هنحمل الايمج لان الايمج دي قصة تانية، وان انت تثبت بقى جوه الهارد وحاجات كده وتقسيمات للهارد، واحنا دوت مش هدفنا. احنا هدفنا ان احنا نحط اللينكس جوه الويندوز. فهتضغط معايا على ماشين، هتنزل بقى تحت كده، تنزل شوية هتلاقي عندك نسخة ماوير ونسخة فيجوال بوكس. طيب في ام وير دوت انا بصراحة ما استريحتش معاه صراحة، جاي لك سكة ودغري. فاحنا هنحمل نسخة مين؟ هنحمل نسخة فيجوال بوكس. فهتضغط على داونلود، طبعا انا مش هضغط لان انا هحملها. هتضغط بقى معايا كده داونلود، هتلاقيه بدأ يحمل. وهتعمل طبعا نفس الكلام في فيجوال بوكس، اظن ان التحميل بتاعه مباشر. هتخش برضك على موقع فيجوال بوكس. طيب بعد ما نخش بقى كده على موقع فيجوال بوكس، ايه هو اللي احنا المفروض هنعمله؟ طب انت كده المفروض ان انت دلوقتي كده محمل معاك لينكس، تمام، وثبت فيجوال بوكس. فيجوال بوكس اظن ان هو بيجيب لك الاختيارات ان انت تختار، فبتخش تحمله الموضوع خلص فدلوقتي ادينا دخلنا، ادي نسخة الكالي لينكس اللي عندي. ماشي، طبعا انت المفروض بقى عايز تضيف عايز تضيف نسخة الكالي لينكس، صح. المفروض ان انت هتلاقي عندك هنا كده في الملفات، بالصلاة على النبي كده، لو جيت هنا كده عندك في التنزيلات، المفروض ان انت هتلاقيها هتلاقي عند سيادتك، بس هتلاقي عند سيادتك ملف ايزو. طب انا علشان خاطر احملها هتعمل هتقوم بس ضاغط، هي ديت اصلا نسخة لينكس وانا اللي خرجتها كده. فهتقوم ضاغط بس كده عليها كليكايه، وهتقوم جاي على استخراج الكل، وتقوم مستخرج اللي عندك. بتكون برضك في بعض انواع الاجهزه، عشان خاطر انا معايا ديل، هتلاقي برضك مش جايبه معاك استخراج الكل. لو ما جاتش معاك استخراج الكل هتيجي عندك بفتح باستخدام، وهتيجي عند مستكشف ويندوز. ماشي، الجهاز انا عامله لك برضك بالعربي علشان خاطر نكون مع بعض كده على الرايق. ماشي. طبعا بعد ما انت تعمل القصه بتاعتك ديت، المفروض ان هو هيخرجها لك ملف زي كده. طبعا انا ما بعملش حاجه علشان خاطر ان انا اصلا اوريدي عامل. فانت هتلاقي عندك ملف زي كده، فهتقوم خارج، واظن ان انت شايف بقى علامه الزائد دهيت، صح؟ هتقوم دايس عليها، تمام. وهنا بقى بيقول لك اختار لي النسخه بتاعتك. فانت المفروض ان انت خرجتها وخليتها عباره عن ملف زي ملف دوت، صح. تقوم دايس عليه وتقوم دايس اوبن اهو. تمام يا جماعه، تمام اهوت. وهنقوم جايين على النسخه دي كده ونقوم دايسين اوبن. تمام. طيب انا المفروض دلوقتي بعد ما انا عملت كده فعلا ان هي النسخه هتشتغل معايا، هقول لك ايوه، هقول لك بس فاضل لسه شويه اعدادات لسه ما اتظبطوش في الشبكات والاي بي، وازاي تعرف ان هي النسخه بقت متصله بالانترنت زي الويندوز. هتقول لي ايوه فعلا، طب انا هعمل ايه؟ هقول لك انت المفروض سيادتك بعد ما تضيفها هنا كده في فيجوال بوكس، هتكون النسخه عندك جاهزه بالسيستم والنتورك واليو اس بي وكل حاجه. انت عايز تشغلها، هتقوم جاي دايس على ستارت. ده من المفترض ان انت شغلتها. دوس على ستارت اهوت، وبيبدا بقى يحمل معاك. طبعا انت بتديله بقى من الرامات، لما انت بتدوس على عند الزائد ديت بقى على حسب كل جهاز، انا ما اقدرش احكم فيها، على حسب امكانيات جهازك وانت هتديله كام جيجا رام. طيب كده دلوقتي اهوت هو بيفتح معايا كالي لينكس. مسهل. في اجهزه هتلاقيها برضو بطيئه، ممكن تاخد معاك من 10 دقايق ل15 دقيقه عشان تفتح عادي. دوت لو انت الجهاز بتاعك على اخره.
انا عندي فاتح انا معاش بسرعه. طبعا بقى هيجي يقول لك بقى ادخل لي كلمه السر، فاحنا هنقوم قايل له، وطبعا اي حاجه انا وليكن على سبيل المثال قلت له كالي، فادينا اهو بعد ما ضفنا مع بعض كالي الجهاز خد معانا بدون اي مشاكل زي ما انت شايف كده. كده انا دلوقتي معايا نسخه الويندوز اقدر ابدع فيها ونعمل بقى ايه ده كل الشغل اللي احنا هنعمله بس بالاخلاق. وطبعا هتكون فاتحه معاك كل الادوات بكل حاجه تانية. طبعا لو انت عايز تخرج بتقوم جاي هنا دايس دي وبتقوم خارج عادي. طيب انت دلوقتي بقى عايز تفتح الكوماند لاين، لان انت هتستنى بقيه الاجزاء اللي جايه علشان خاطر هضبط معاك التريكات عشان خاطر نتاكد ان هو كده متصل بالانترنت. بس هو عامه يعني لو انت دلوقتي عايز تشغل اللهم صل على النبي، لو عايز تشغل الكوماند لاين علشان خاطر نبدا بقى نكتب كود، فهتقوم دايس عندك على كلاكتر ارت تي كنترول الت تي دوت بيفتح معاك زي ما انت شايف كده، بيفتح معاك الكوماند لاين. تمام يا معلم، زي ما انت شايف كده الموضوع بسيط جدا يعني مش عندنا حاجه. طبعا ما تلعبش في اي حاجه لحد ما انزل لك ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي. هنزل لك فيديو ان انت ناخد بقى الاي بي برضه ونجربها على الويندوز ونشوف هل فعلا في اتصال بالانترنت ولا لا. بعد كده هنمشي بقى مع بعض اوامر لينكس واحده واحده، هناخدها واحده واحده وهنكمل في موضوع الشبكات يعني. وان شاء الله باذن الله هظبط لك الدنيا يعني ما تقلقش. ولو عندك اي استفسار تحت في الكومنت علق معاك، حصل معاك اي حاجه خالص تقدر تبعتلي رسايل، هترسلني انا شخصيا يعني، تلاقيني سايب لي تحت لينك الفيسبوك بتاعتي الناس دي تقدر تبعتلي عليها وتقدر تستفسر على اي حاجه انت عايزها معاك. خش كده لو انت واقف معاك. طبعا بقى مش هقولك بقى طرق